ويصطدم نابولي بضيف برشلونة في ظل أزمة كبيرة يعيشها نادي الجنوب الإيطالي عجلت برحيل المدرب فالتر مازاري وتعويضه بفرانشيسكو كالتسونا، وذلك قبل 48 ساعة من استقبال فريق المدرب الكاتالوني تشافي الذي يعاني بدوره في الفترة الحالية. هكذا ينطلق مشوار المدرب فرانشيسكو كالتسونا مع فريق نابولي بعد تعيينه خلفا لفالتر مازاري عشية مواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. أول حصة تدريبية له بالمركز الرياضي بكاستل فولتورنو كان هدفها التعرف على اللاعبين ووضع الخطة المناسبة لمواجهة البلوغرانا بملعب دييغو أرماندو مارادونا. مسار جديد ينطلق، وقد وجدت فريقا أظهر استعداده منذ الوهلة الأولى، ولم نكثر من الكلام لأننا نحتاج إلى النتائج والأفعال. مباراة صعبة تأتي في ظروف أصعب وتحتاج إلى تعاون وتضحية وجاهزية جميع اللاعبين، خصوصا أوزيمن، كفاراتسخيليا، أنجيسا، بوليتانو ودي لورينسو. نحن اخترنا هذه المهنة من أجل هذه المناسبات والمباريات الهامة التي يجب أن نلعبها بكل ما لدينا من إمكانيات. من الجانب الآخر سيستعين برشلونة بخبرته وتاريخه في هذه المنافسة وباللاعبين المميزين لديه، مع الاستفادة من الأزمة التي يعيشها نابولي لتحقيق الفوز بملعب دييغو أرماندو مارادونا الذي يبقى صعبا على جميع الفرق الأوروبية. نابولي فريق جيد جدا بجودة عالية، فرغم معاناته في الدوري المحلي إلا أنه تمكن من بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال لأنه فريق بمميزات عالية، لهذا فالمباراة ستكون صعبة جدا. المدرب تشافي ورغم تأكيد رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم إلا أنه برغبة كبيرة في ترك بصمته وصناعة الفوز لفريقه في دوري الأبطال انطلاقا من مواجهة نابولي. هدفنا في هذه المواجهة هو تعبيد المسار نحو ربع النهائي، ولا نبحث عن الخروج، مع استغلال الوضع راهن لتحقيق الفوز. على أرضية هذا الملعب سيسعى تشافي إلى تعبيد مسار فريقه في هذه المنافسة للذهاب بعيدا والظفر بلقبها في وقت يرغب فيه المدرب الجديد لنابولي كالتسونا إلى تأكيد قيمته بفوز في هذه المباراة لتأكيد أنه المدرب الأصلح لفريق البارتينوبي. يمكنكم مشاهدينا متابعة مباراة نابولي وبرشلونة عند الساعة 11 ليلا بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 1 الإنجليزية وبي إن 4K.